وكمان كان بيلعب في المنتخب المصري في فرقة الناشئين اللي كان بيقبضه $100 في الشهر، واللي وصل بيه الحال انه ينجح بسرعة البرق ويبقى عنده ساعات ب1,000,000 دولار، واللي هتنتهي صداقتهم بعد كده في المحاكم ويقول له تعالى نفتح محل لبس ولا حاجة، امشي يلا روح ارجع البنك اللي انت جاي منه. وهوبا ابو هشيمة مسك اول مليون جنيه. موظف البنك اللي كان نفسه يفتح محل هدوم واللي وصل بيه الحال انه ينجح بسرعة البرق ويبقى عنده ساعات ب1,000,000 دولار، احمد ابو هشيمة، واللي اتولد في 1975 في حي الويلي في القاهرة في اسرة بسيطة على قد حالها. والده كان ضابط شرطة واللي خدهم وسافروا بورسعيد وعاشوا هناك حوالي 10 سنين. زي معظم الاطفال المصريين ابو هشيمة كان بيحب يلعب كورة وكان بيتمرن ويتدرب ويلعبها كتير، ووصل بيه الحال انه كان بيلعب في النادي المصري في بورسعيد، وكمان كان بيلعب في المنتخب المصري في فرقة الناشئين لحد ما في يوم اتصاب وجاله رباط صليبي، ومن ساعتها احمد ابو هشيمة ما بقاش يلعب كورة. وبصراحة كده كفاية تفاصيل في الكورة لاني ما بفهمش فيها. لو انت فاكر ان احمد ابو هشيمة درس في اغلى المدارس والجامعات الاجنبية تبقى غلطان. ابو هشيمة زي معظمنا اتعلم في مدارس حكومية وعادية جدا، ولما خلص ثانوية دخل جامعة قناة السويس كلية تجارة، وأثناء دراسته في الجامعة كان بينزل تدريب في بنك اسمه المصرف العربي الدولي، واللي كان بيقبضه $100 في الشهر، واللي ساعتها في 1996 أثناء دراسته وتدريبه كان الدولار حوالي 3 جنيه، واللي ما اقدرش أجزم هل ده مبلغ كبير ولا مبلغ صغير ساعتها. بعد التخرج كان ليه واحد صاحبه واللي والده كان من أكبر صناع الحديد في مصر، واللي هتنتهي صداقتهم بعد كده في المحاكم، بس مش ده موضوعنا دلوقتي. صاحبه ده أقنعه إن هو ينزل يشتغل في الحديد بدل ما أبو هشيمة كان عمال يزن على ودنه ويقول له تعالى نفتح محل لبس ولا حاجة. ايوه زيك انت واصحابك بالظبط لما تقعدوا على القهوه. اتفرج بقى على حلقه قعده القهوه اللي عملت مليارات اللي هتظهر فوق هنا دي. اقتنع ابو هشيمه بكلام صاحبه وبدا يشتغل في الحديد، وكان كل يوم بعد ما يخلص شغل في البنك بدري ينزل على امبابه، ودي منطقه في الجيزه كان ساعتها فيها تجار حديد. ولو تعرف تجار الحديد دول لسه موجودين لغايه دلوقتي ولا لا انزل قولي في الكومنتات. ابو هشيمة في الوقت ده ما كانش عنده خبره كفايه، وكان بينزل لتجار الحديد ويعرض عليهم طن الحديد ب 1300 جنيه، وده كان رقم ضخم جدا بالنسبه للطن في الوقت ده. ابو هشيمة بيحكي ان حصل في يوم موقف مع تاجر حديد واللي طرده بعد ما سمع السعر وقال له امشي يلا روح ارجع البنك اللي انت جاي منه. امشي يلا، امشي غور، امشي يا زي. هو ما قالش كده يعني، بس انا بمثلك. بس ابو هشيمة ما استسلمش وقال يهاوده في السعر وباع له الطن على 1190 جنيه، يعني باعه بالخساره. بس ده كان مبدأه عشان يتعرف شويه في السوق، وفعلا اتعرف في السوق. ما هو شكله مميز وسعره كمان مميز، الواد ابو بدله اللي بينزل وسط التجار والورش ويبيع بالرخيص. لما اتعرف شويه وبدا يعمل لنفسه اسم، ابو صاحبه اللي كان من اكبر صناع الحديد اللي اتكلمنا عليه قبل كده وكذا صانع حديد كمان زودوا له الكميات، ومش كده ده عملوا له خصومات وتخفيضات كمان، وهوبا ابو هشيمة مسك اول $1,000,000. بس في الحقيقه ان ده ما كانش حلمه، ان هو يبقى مجرد تاجر حديد عادي، وكان نفسه يحط بصمته وسط صناع الحديد في مصر. بس زي اي حد فينا لما بيحلم بحلم كبير بيحس انه صعب ومستحيل يحققه. زي ما انا بحلم دلوقتي انك هتنزل تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتعمل شير مع كل اصحابك. كمل. بس مفيش حاجة مستحيلة، وده اللي ابو هشيمة اثبته لنفسه اولا وللناس ثانيا. وفي 2002 وبعد ما عمل شوية فلوس حلوة اشترى نسبة 10% من مصنع حديد، وفي 2005 اشترى كمان 30% من مصنع حديد تاني. يا عم في ايه يعني؟ وفي 2010 ودي كانت النقطة الفاصلة في حياة ابو هشيمة من وجهة نظري، واللي عمل فيها اول مصنع حديد لنفسه واللي سماها حديد المصريين، واللي كان مشروع بينه وبين رجل اعمال قطري اسمه محمد بن سحيم آل ثاني، وده كان رجل اعمال من العيله الحاكمه لقطر. العلاقات بتجيب علاقات يا باشا، خليك انت قاعد. ابو هشيمة قدر يهيمن على 7% من سوق الحديد المصري قبل ثورة يناير، وبعد الثورة نجمه لمع والناس بدأت تعرفه شوية، عشان بيقال انه كان بيتقرب للمسؤولين السياسيين ايام حكم الاخوان المسلمين. ملناش دعوة بالسياسة. وفي 2016 ابو هشيمة نفش ريش نجاحه سيكا وأسس شركة أسمنت المصريين، واللي بعدها اشترى 100% من أسهم شركة اون تي في واللي بيملكها رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس، واللي مش هنعمل حلقة عنه. وبعدها بسنة في 2017 ما تفوق معايا كده، انت زهقت ولا ايه؟ المهم في 2017 أسس شركة المقاولات المصرية، واللي طبيعي من اسمها بتختص في المقاولات. أبو هشيمة بيقول إن هو كان بينام 4 ساعات بس في اليوم، وال18 ساعة الباقيين كلهم كان بيشتغلهم، وبيقول على نفسه إن هو مدمن صناعة.
صلاح. وفي خلال سنين نجاحه دي قدر يحصل لنفسه جوائز كتير، زي أصغر مدير تنفيذي في الشرق الأوسط وأفضل شركة صاعدة وغيرهم كتير. في الحقيقة لما دورت ما لقيتش أي نتائج عن حجم ثروة أبو هشيمة، بس مجلة فوربس بتقول إنه بيحقق أرباح بتوصل ل 15 مليون دولار في السنة. إحنا فقراء أوي. أما لو دخلت على موقع رابر بي فهتلاقيه حاطط صور لأحمد أبو هشيمة والساعات اللي كان بيلبسها اللي تقدر بحوالي 1,400,000 دولار، ده غير الطيارات وغير العربيات واللي لو قابلناه في يوم هنسأله عنها. أما الحقيقة اللي أنا متأكد منها بجد إن إحنا فقراء أوي. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة. انزل اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودعمني واعمل شير مع اصحابك، وقولي في الكومنتس تتوقع مين في الحلقة الجاية، وادخل اتفرج على الحلقات اللي قدامك دي هتعجبك. سلام.